السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي. أكيد قد كنتم دارين وعارفين أيش الموضوع. ندخل بالموضوع مباشرة من سب القضية حق الطفل قلنا طاهر الصياغي والقاني عليها أحمد نقاد، وأشتي أوصل رسالة للقاضي، يعني رسالة وصلوها للقاضي. هل لو كانت بنتك بترضى لها بهذا الحكم ب15 سنة حبس و5 مليون دية غرامة؟ حق ايش الغرامة؟ قل لي حق ايش؟ يعني هل اقتتلت بالغلط او كيف؟ هذا اغتصاب. الان انت يعني تخلي اي انسان غني يعمل اي جريمة او اي مشكلة قدم شهام من يدي المبلغ وحق الحبس عايدي لك طالع نازل وانه خرج من السجن. يعني ضروري ان الحكم يعيدوا الحكم ضروري. ايش هذا من حكم؟ والله يعني 40 مليون يمني واقفين مع الطفلة قلنا، والحق معاهم والحق معانا، وانا اولهم اناشد يعني المحكمة او محكمة صنعاء العليا باعادة القضية والحكم، لان هذا ما هوش حكم. والله ايش تقول لي مبلغ ودية و15 سنة كذا؟ ما يصلح. انت يعني انت تخلى الشباب يفسدوا زين بدل ما تخلى هذا احمد نقاد عبرة لكل يمني. انت تسهل الامور عليهم اكثر، ما حد يخاف يعني بكره كل من يلوط كل من يزني. يا اخي ما يصلح، ضروري تعيد القضية والحكم من جديد. أما بالنسبة لنا إحنا كشعب يمني العار عار الناس جمعة، وجنات هي أختنا وبنتنا ومننا وفينا. وإذا أنت كذا يعني راضي بالحكم كذا يعني عترضى لبناتك، عالطارف حيجي يقول لك يدفع لك المبلغ ويحتبس من شان يقرب لبناتك، عترضاه؟ أنت يعني فكر، هل أنت عترضاه؟ المهم تحياتي لكم جميعا، وصلوا المقطع للقاضي.